في انتظار بطولة كأس الأمم الأفريقية. البطولة دي احنا لينا معاها ذكريات كتير حلوة، كنا شباب صغيرين، كنا بنقعد نجري في الشارع نحتفل بالبطولة، بطولة 6 و8 و10. احتفالاتنا معاها ليها ذكريات كتير جميلة. للأسف احنا مؤخرا ما بقيناش موجودين على الساحة يعتبر في البطولة دي، لعبنا نهائيين بس برضه راحوا مننا. لكن السنة دي مش عارف، انا ما عنديش حماس خالص للمنتخب، وما عنديش اي امال ان احنا نعمل حاجة في البطولة، بس انا نفسي ناخدها. هتقول لي ازاي؟ اقول لك مش عارف، لان احنا ما فيش خالص، ما عندناش. يعني احنا في اخر الصف يا راجل، الرابع يا راجل مفيش. المهم ان احنا الواحد نفسه يكسبها، الواحد نفسه يشوف مصر في حاجه كويسه. والله ما استحقاقيه على قد ما هي تمني، ان انا نفسي اخد حاجه. يعني كنت انا اصلا اكبر حد فيها لحد دلوقتي، انا واخد العلامه الكامله، يعني مش العلامه الكامله، العدد الاكبر فيها في افريقيا. ولكن احنا ما نستحقش ده، لكن الواحد بيتمنى وخلاص. يعني احنا ما نستحقهاش حرفيا، ولا اداريا، ولا تنظيميا، ولا فنيا، ولا عندنا لعيبه جامده، ولا عندنا. فانت مش بخير وانت صاحب الحظ الاقل. ولكن احنا بنتمنى. احنا ما عندناش فنيات، ما عندناش مدربين، ما عندناش لعيبه جامده. انت عندنا خط هجوم افراد قويه، باقي المنتخب ضايع، مفيش حاجه. لكن افتتاحيه البطوله احنا الواحد اهو بيتمنى، واما نشوف. ما عنديش طموح خالص، احنا هنعدي المجموعات لكن ما عنديش طموح ان احنا نعمل اي حاجه. لان احنا لو للحق فانت ما تستحقش اي حاجه. يعني حرام، في ناس تعبت وشقت واشتغلت وكافحت وعملت مشاريع وعملت منظومه وعندها دوريات محترمه، وعندها ما عندهاش اي حاجه مش مظبوطه زي ما احنا عايشين في الكوره، وهم يستحقوا المكسب. لكن الواحد بيتمنى، واما نشوف. انت قول لي رايك، انت بتتمنى المنتخب يكسب عشان انت بس الوطنيه وان احنا ده منتخبنا، ولا انت بتتمنى ان هو يكسب عشان انت شايف ان احنا نستحق؟ لان انا شايف ان احنا لو على الاستحقاقيه، يعني او مش الاستحقاقيه، لو انت على مجهودك وتعبك واللي انت شغلك، انت تخرج من المجموعات. لو على شغلنا كمنظومه رياضيه في مصر وكسيستم وكل ده، احنا نخرج من المجموعات مرتاحين. احنا كناش نوصل، بس هو عشان الوصول لكاس العالم كاس الامم بقى سهل خلاص، يعني اي حد هيوصل. فاحنا وصلنا وهنصعد من المجموعات. لكن ما اعتقدش عندنا حاجه تانية نقدر نقدمها. بطوله ان شاء الله تبقى كويسه. انا برشح بنسبه كبيره، لو ترشيحيا فنيا برشح بنسبه كبيره المغرب، برشح بنسبه كبيره الكاميرون عندها جيل محترم الفتره دي. الكاميرون عندها جيل قوي جدا. يعني نشوف ونتابع، وكل يوم هنتابع بعض بالماتشات، وهنتابع بعض بالاحصائيات، وهنتابع بعض بالدردشه. وقول لي رايك، وقول لي هنعمل ايه في البطوله. سلام.